كلمة مراهقة احنا بنسمعها على العيال الكبيرة الحلوة كده اللي هي 13 و14 و15. لكن في الفيديو ده انا هكلمك عن مراهقة البيبيهات. الاطفال من عمر سنة ل3 سنين بيكون خلقهم ضيق كده وما بتفهملهمش حاجة وزن على كل حاجة، وبجد الموضوع بيضغط على الاعصاب جدا ومش بتكوني عارفة تعملي ايه ولا توقفي الزن والعياط ده، وبيبقوا بالظبط عاملين زي المراهقين. تعالوا نعرف مع بعض اسباب العصبية دي ايه علشان نحاول يا اما نحل المشكلة يا نعذرهم. اول سبب، في السن ده بيكون في حاجات كتير بتتغير في نفسيتهم وفي جسمهم، وبيكتشفوا العالم من منظور مختلف شوية عن منظور البيبيهات، وده بيسبب لهم لخبطة وعصبية. تاني سبب، لو لسه الطفل مش بيتكلم ده أكيد بيعصبه برضه، والوسيلة الوحيدة اللي بيعرف يعبر بيها عن نفسه هي العياط. حتى لو بيتكلم برضه ما بيكونش عارف يكون جمل دقيقة تفسر بيها اللي جواه فبيعيط اسهل. السبب الثالث ان الطفل ممكن يكون عايز حنيه ودلع مبالغ فيه شويه، يعني انا مثلا ابني بيفضل يعيط ويزن قد كده وانا واقفه معاه في المطبخ، وفي الاخر بكتشف انه عايز حضن. ما تقول يا ابني، ايه جو نانسي عجرم بتاع حاجات تتحس وما تتقالش دي. السبب الرابع، حاجات بتضايق الاطفال جدا بس ما بناخدش بالنا منها وما بناخدش بالنا قد ايه هي بتاثر عليهم. لما تكوني رايحه تباتي عند قرايبك او عندكم مثلا عزومه في البيت وجاي لكم ناس كتير، او لو مثلا مسافرين البلد هتلاقي الزن والعياط بيشتغلوا. ليه؟ علشان الطفل عايز الروتين بتاعه وعايز الاماكن اللي هو متعود يقعد فيها. فاهم السبب؟ الاهتمام ما بيطلبش، كلنا عارفينها، بس عند الاطفال بيطلب عادي. هو محتاج اهتمام، انا عايزه اقولك انه ممكن يعمل اي حاجه علشان خاطر يشد انتباهك وتهتمي بيه، وفي كل الاحوال محتاجين نصبر شويه ونطول بالنا عليهم لان دي مرحله مهمه جدا من تطورهم. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس عيالكم بيطلبوا منكم الاهتمام ازاي.